مساء الخير. أنا بنقد سلوك غير مقبول، سلوك بيتكرر كل يوم، وهو ما ينفعش أي ست تمنع دخول راجل معاها في قلب الأسانسير. ليه؟ بكل بساطة الأسانسير ده ملكية عامة مش ملكية خاصة. الراجل اللي هيركب معاكي الأسانسير هو مش هيعمل جريمة ولا هيخطفك. زي ما سيادتك طالعة لشقتك هو كمان طالع لشقته. فما ينفعش ان ست تمنع ركوب اي راجل معاها في الاسانسير. لو حضرتك خايفة منه ممكن المصيبة ما تعملش من عنده، ما بقاش هو سبب مصيبة. ممكن ست زيك زيها بالظبط ان تبقى هي سبب في مصيبة ليكي لا قدر الله. ف فالاسانسير عموما ده ملكيه عامه مش ملكيه خاصه. هو مش داخل في شقتك، هو داخل في اسانسير ملك للجميع مش ملك لحضرتك. وما ينفعش ان تبقي انت موجوده في قلب الاسانسير وراجل سحبك واستأذنك بكل ادب واحترام وانت تقولي له لا مش هتركب. بتقولي له الكلام ده تحت بند ايه بالظبط؟ هل انت صاحبه الاسانسير ده؟ على ما اعتقد لا، الا في حاله واحده، لو عندك فيلا والاسانسير بتاعك ده في الفيلا بتاعتك ومحدش هيدخل اساسا حاجه خاصه انت تملكيها. لكن الاسانسير ده موجود في عماره سكنيه ومن حق اي حد يركبه. حتى لو امي، اختي، بنتي، مراتي اعترضوا على ركوب واحد معاهم في الاسانسير برضه هاخد الموقف ده ضدهم. مش من حق اي ست تمنع اي راجل ان هو يركب معاها في الاسانسير. مش هيخطفكم ولا هيعمل جريمه معاكم. الموضوع بقى متكرر بطريقه غير مقبوله. لو سمحتوا بكل ادب واحترام لكل الستات ما ينفعش تمنعوا اي راجل يركب معاكم في الاسانسير. هو طالع للشقه بتاعته للدور بتاعه زي ما سيادتك طالع هو كمان طالع. شكرا، مع السلامه.